السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة الماربل كيك، أحلى كيك تتاكل كده الصبح مع كوباية شاي أو شاي بلبن. فيلا بينا نشوف طريقة الكيكة الخطيرة دي. توكلنا على الله. في بولة كبيرة هنزل ب3 بيضة حجمهم كبير، لو البيض معاكي صغير استخدمي 4، ونزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا سائلة أو بودر المتاح عندك. ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي زي ما تحبي، بس أنا هستخدم المضرب اليدوي. هضرب البيض الأول بالشكل ده، بعد كده هنزل عليه بالسكر. معايا كوب من السكر. كل ما السكر يكون لونه فاتح معاكي الكيكه هيكون لونها فاتح. هتقلبي السكر مع البيض كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما. بعد كده هنزل بنص كوب من الزيت زائد معلقه كبيره. يفضل ان الزيت يكون زيت نباتي ونوعه كويس، طبعا مش بعد التعب ده كله ممكن تبوظي الكيكه لو استخدمتي زيت مش كويس، بيأثر في الطعم وفي اللون. هتقلبي الزيت مع بقيه المكونات كويس جدا. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الخل. نصيحتي ليكي استخدمي الخل مع اي كيك او اي معجنات، بيعتبر محسن طبيعي وكمان بيضيع من زفرة البيض. هنبتدي ننزل بالدقيق. معايا 2 كوب من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. من المهم جدا لما تيجي تعملي اي كيكة ان انت تنخلي الدقيق، بيفرق طبعا في هشاشة الكيكة وما يبقاش فيها اي تكتلات. وطبعا ما ننساش رشة بسيطة خالص من الملح. هتقلبي المكونات كويس جدا بالشكل ده وقلبيها في اتجاه واحد. وانتي بتقلبي الكيكه هتلاحظي ان القوام تقيل معاكي، طبيعي لان احنا لسه منزلناش بالحليب. هننزل بنص كوب من الحليب الساخن. الحليب الساخن بيفرق جدا مع اي كيكه، بيخلي الكيكه معاكي كده طريه وهشه جدا. وانتي بتقلبي هتحسي ان الخليط تقيل شويه مش خفيف زي الكيك العادي. الماربل كيك القوام بتاعها بيكون اتقل من قوام الكيك العادي. بعد ما خلصت تقليب بحب اجيب الاسباتولا كده وبجيب من تحت لفوق علشان لو في دقيق من تحت اتاكد ان الخليط يتقلب كويس جدا مع بعض. شايفين القوام؟ هناخد كوب من الخليط ده. اللي بيميز الماربل كيك ان هي بتبقى خليط بين كيك الفانيليا وكيك الشوكولاته، لكن لو حباها تكون كلها فانيليا مش هتاخدي منها كوب، هتكملي عادي خالص بنفس الشكل. الكوب اللي اخدناه هننزل عليه ب2 معلقه كبيره من الكاكاو. هتنخلي الكاكاو طبعا علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بعد كده هتقلبي الخليط كويس بالشكل ده. هتلاقي الخليط بقى تقيل معاكي جدا. هتنزلي بحوالي 2 معلقه كبيره من الحليب، ولو حسيتي انه لسه تقيل معاكي زودي معلقه كمان، يعني ضيفي بالتدريج بس ما تخليهوش القوام سائل معاكي. هتجيبي صينيه وتدهنيها كويس جدا بالزبده. ممكن تستخدمي اي صينيه، يعني لو هتستخدمي الصينيه الصغيره اللي هي بتبقى اول مقاس في الصواني، هيبقى خليط الكيك معاكي سميك شويه. لكن انا حابه تكون رفيعه شويه فاستخدمت المقاس التاني من الصواني. بعد كده هنزل بخليط الفانيليا وهتفرديه كويس جدا في الصينيه، وهتنزلي فوقيه بالشكل ده بخليط الشوكولاته بطريقه كده عشوائيه. هتستخدمي في توزيع خليط الشوكولاته اي معلقه كبيره شويه او اللي هي معلقه الايس كريم علشان توزعي الخليط بالتساوي. بعد كده استخدمت عصاية شيش طاووق، ممكن تستخدمي سكينة رفيعة، وتبتدي تعملي زي ما انا بعمل كده بالظبط بطريقة دائرية. وبعد كده هتبتدي تلفي عليها كلها. فكرة الماربل كيك ان بيبقى توزيع الشوكولاتة فيها بالعشوائي كده، يعني مش بشكل معين. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 175 هتاخد معاكي من 25 ل 35 دقيقة بالكتير حسب سمك الكيكة معاكي. هي ما خدتش معايا غير 25 دقيقة لان الكيكة ما كانتش سميكة معايا قوي. يفضل ان انت تسيبي الكيكه لحد ما تبرد تماما وبعد كده تقطعيها، هيكون معاكي اسهل. كتير قوي بيشتكي يقول بعد ما عملنا الكيكه بتتكسر وبتفرول مننا، ده لان انت قطعتيها وهي سخنه. كل ما تسيبيها تبرد هتكون الكيكه احلى معاكي. هي دي النصائح اللي المفروض تعملوها، بس بالنسبه لي انا قطعتها وهي سخنه. ليه؟ لان بنتي الصغيره كانت واقفه معايا من وانا بعمل الكيكه، وطول الفيديو عماله تقول لي كيك يا ماما كيك، عايزه اسمعكوا صوتها بجد. فالكيكه اول ما خرجت بصراحه حبيت اقطعها لها عشان ما تزعلش. بس شايفين الكيكه طالعه هشه وطريه ازاي؟ بجد خطيره، جربوها. عايزه اوريكم من امتى وهي بتقولي كيكه يا ماما كيكه، سامعين صوتها؟ بجد انا مكنتش عارفه اسجل الفيديو منها بسببها. فاتمنى ان انتوا تجربوه بعمل وتقولي الكيكة رايكم في حبيبتي. التعليقات. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.